بسم الله وعلى بركة الله، ونقول لكم صباح الخير. دردشة في الكورة في شيء مهم جدا يخص الأهلي. في ناس كتيرة بتقولك إن الأهلي بيخطف اللعيبة وبيجيب كل اللعيبة وبيفرغ الأندية التانية من اللعيبة. ليا رأيين في الموضوع ده. الرأي الأول، أتمنى إن تكون ميزانية جميع الأندية واحدة. مثلا النادي ده معاه 5 مليون والنادي التاني يبقى معاه 5 مليون وكل الأندية معاهم مبلغ معين. ما ينفعش يبقى في نادي عنده 5 مليون ونادي تاني عنده 60 مليون. أبو 60 مليون ده هيعمل إغراء للعيبة، هيجيب اللعيبة بإيه؟ بسبب المال بتاعه. تمام؟ دي النقطة. النقطة التانية، ممكن الأهلي طبعا بيغريهم بالمال، بس لو الاهلي ما اغراش اللعيبه بالمال، اللعيب نازل من بطن امه بدل ما يقول واء واء بيقول اهلي اهلي. مفيش لعيب فيكي يا مصر مش عايز يلعب في الاهلي. كل اللعيبه عايزه تلعب في الاهلي، مش عشان فلوس الاهلي، لا عشان هو الاهلي. يعني ايه؟ عارفين يعني ايه هو الاهلي؟ انه لازم نقول اللي لينا ونقول اللي علينا. الاهلي نادي بطولات، نادي شهره، نادي انطلاق لجميع اللعيبة في النجومية وفي الاحتراف. لازم نعترف بالنقطة دي، ان الاهلي نادي بطولات، نادي شهرة، نادي ليه تاريخ. الفنانة الحمراء جامدة. الملعبش كورة في الاهلي، ملعبش كورة. مفيش لعيب فيكي يا جمهورية مش عايز يلعب في الاهلي. كل اللعيبة عايزة تلعب في الاهلي عشان الاسباب اللي قلتها دي. تمام؟ شكرا، صباحكم جميل. التحداوي والاتحاد سيد البلد.